لو فاكر ان الكاريزما هي انك تلبس اغلى طقم او اغلى ساعة او تتكلم نص الكلام انجليش مثلا، ده ممكن يبقى تحت مصطلح محاولة انتباه. انا شايف الكاريزما انك ما تكونش محتاج تلفت انتباه حد اصلا. وعشان تبقى حد كاريزما هقول لك انا على الخلاصة بعد ما دورت وفهمت 3 حاجات مهمين جدا عشان تبقى كاريزما بجد. اول حاجة رزم يا اسطى، الشخص اللي بيتكلم كتير وبيهزر دايما بيضيع هيبته واحدة واحدة من غير ما يحس. لازم تسمع اكتر ما تتكلم، ولما تيجي تتكلم لازم كلامك يكون له معنى وفي نفس الموضوع اللي بتتكلموا فيه. تاني حاجة لازم يكون عندك ثبات على المبدأ، ما تبقاش عيل كده زيرو شخصية رايح مع الرايح وجاي مع الجاي. لو في حاجة انت شايفها غلط او مش عاجباك فده يبقى مبدأ عندك لازم تعبر عنه، تقول لا انا مش عاجبني ده او انا رافض ده، حتى لو كل اللي في المكان موافقين عليه وده رأيك انت لازم تفضل على رأيك. الناس بتحترم الشخص اللي ما يبيعش مبادئه عشان يرضي حد. تالت حاجة واخر حاجة البرود، لما الدنيا تولع ويحصل مشكلة مثلا والكل يبقى متوتر خليك انت الهادي على قد ما تقدر، خليك انت الشخص الهادي. لازم تبقى هادي ولازم تحلل الموقف. الانفعال الزيادة او الزعيق دليل على ضعف الشخصية. بص يا صاحبي، الكاريزما دي تقدر تقول كده ثقة داخلية بتطلع على شكل هدوء خارجي. سلام والله لو انت من جواك مهزوز مفيش بدلة في العالم هتديك هيبة. عايزك تقول لي رأيك من وجهة نظرك بصراحة، ايه اكتر حاجة بتقتل الهيبة والكاريزما؟ الرغي الكتير ولا الهزار عمال على بطال ولا ان الشخص نفسه ملوش كلمة؟